بسطنا الفكره وحاولت ادخل نوعين فخاريات. نعم. واحد عباره عن حوض، والثاني مثل الجره الصغيره تصب الماء في الحوض، وزينته بشير صغير وحواليه الحصى الالوان اللي هو التايجر، وقفلته بباسكل. القصد منها ان نقدر نسوي شغله حلوه بسيطه في وقت زمني بسيطه بدون تكسير، وان شاء الله المشاهدين يشوفونها طريقه سهله واتمنى تعجبهم. دام انك قلت ان المشاهدين بيشوفونها ساميه، نشوف نروح نشوفها مع بعض ونرجع نعلق عليها مشاهدينا. اليوم راح نشتغل مع بعض شغله جديده وبسيطه الكل يقدر يشتغلها، وهي عباره عن تزيين زاويه، وراح نشوف مع بعض جاي راح نشتغل هالزاويه ونقدر نرتبها بطريقه حلوه. بعد ما انتهينا من الجداريه اللي سوينا اللي هي بتكون خلفيه للشغل اللي راح نشتغله، بقى علينا نزين المكان ونحط الفخار. راح نعمل تشكيله فخار وجره ينزل منها ماي في جره اكبر وحوالينها زرع. احتينا الجره اللي راح ينزل منها الماي ان خرمناها من المكان هذا على اساس ندخل فيها بيب البمب مال الماي. بدايه نحط ستاند يشيل الفخاره. اخترت له الزاويه هذه وراح اكمل الحين حوالين الجره. قفلنا المكان وحطينا الفخار والشيار عندنا وقفلنا من برا، باقي بس نحط التايجر اللي هو حصى التايجر ونزيد الماي في الجره ونبدا نشغل، وكذا نكون انتهينا من الشغل اللي بدينا مع بعض. كذا نكون انتهينا من الشكل اللي بديناه مع بعض، وان شاء الله اتمنى نال اعجابكم. والحين راح نشغل. شغل.